مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجي 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو دكتور دانيش حاج ابراهيم، اختصاصي بامراض الدم والاورام، خريج جامعه دمشق، مشافي المواساة الاسد والبيروني. خلونا نحن وانتم نرحب بضيفنا. يسعد مساك دكتور. اهلا وسهلا، مساء الخير، يا هلا. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا أي سؤال حابين تطرحوه، فيكم تتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101. أيضا عبر البث المباشر بوير عربي، عبر الكومنت عبر البث فيكم تنضموا لنا. أيضا مشاهدي إذاعة بوير، صفحة إذاعة بوير وصفحة بوير عربي، صفحتين رئيستين للإذاعة، وعبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 فيكم تتصلوا معنا. طبعا بشكر زميلتيني عبر الكنترول والبث المباشر شيرين وشيزر. لنبدأ حلقتنا، وموضوعنا هو راح يكون الحالات السريرية الشائعة لمرضى فقر الدم في العيادات. راح يحكي لنا عنها الدكتور دانيش. تفضل. يا اهلا وسهلا. بالبداية يعني عم يراجعونا كتير مرضى بالعيادات، فينا نقول نسبة منيحة من المرضى معهم فقر دم. فرح ناخذ عينة من هالمرضى. العينة هي عبارة عن عينة شائعة. بالبداية مثلا أول شيء بالنسبة للنساء بتجينا مثلا امرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة بعمر من 18 سنة ل 30 35 سنة، وهي الحالات اللي كتير شائعة اللي عم بتجينا امرأة أكثر شكايتها بتقول دكتور أنا عم دوخ، أنا شغل البيت ما عم بقدر اشتغل فيه مثل الأول، عم بتعب، عم ينمل جسمي، عم بحس على طول إنه أنا جسمي مكسر، ما عاد إلي حيل، وجع راس. في منهم بيقول انه انا صايره معصبه زياده عن اللزوم، في منهم يقول انا صايره عم بنسى زياده عن اللزوم. فنحن نتوجه انه هذا كلها اعراض لفقر الدم. تمام. يعني ما يعني انه نقول إنه الذاكره وهالامور كمان هي اعراض لفقر الدم، ما نتعجب من هالموضوع. فنحن عم نبلش نسالها اسئله. طبعا نحن قلنا امراه هي في سن نشاط تناسلي، تمام. فعم نسالها اسئله كثير خاصه فيما يتعلق بموضوع الدوره وغزاره الدوره. أغلبية النساء بهالفترة العمرية بيكون شكايتهم غير التعب والدوخة هي الشكايات الشعر وشكايات الضفر، في عندهم كتير تساقط شعر، في عندهم كتير تكسر بالأظافر، في عندهم أعراض عصبية خدر والتنميل. فنحن عم نتوجه هاي الحالات من هالحالة إنه في عندنا فقر دم واضح وصريح. آه آه نقلها بهالحالة انه الموضوع بسيط وسهل، طبعا ما في شيء بيخوف. بنعمل لها نقطة دم، ناخذ لها نقطة دم من اصبعتها، بيسموها لطاقة دموية، ومن خلال فحص تحت الدم تحت المجهر ببين عنا فقر دم صغير الكريات او ما يسمى نقص الحديد. فهذا نقص الحديد من أشيع أسباب فقر الدم عند النساء في هالفترة العمرية. ماشي، نقص الحديد تعمل كل هالأعراض اللي نحن حكينا عنه. بنطمنها للمريضة، بنطمنها بنقول إنه الموضوع كتير بسيط وسهل. موضوع اللطاقة الدموية النقطة اللي أخذناها من الأصبع كافي، ما في داعي لتحاليل تانية لأنه بتكون واضحة كتير صراحة. ما بنحب نكلف المريض تحاليل تانية، بس بنعمل رقم خضاب، يكون خضاب 8 9 10، ونبلش بمعالجة مكثفة. المعالجة عبارة عن حديد فموي، نعطيهم حبوب حديد، وخلال فترة 15 20 يوم بنبلش نشوف في تحسن، وبعدين بنكمل لفترة تانية طويلة. وهالحالة من الحالات الشائعة اللي عم تجينا على العيادات، وأنا بعتبر هاي الحالة حالة رقم 1 اللي عم تجي للعيادات. تماما. دكتور ذكرت نقطتين حابب المستمعين لحتى يستفيدوا منها. موضوع الحديد وفقر الدم، يا ترى هو نفسه ربما المصطلح العامي او اللي عامة الناس عم يتداولوه، انه الشخص الفلاني او الامرأة الفلانية مع فقر دم راجعت الطبيب، يا ترى هو نقص الحديد غير فقر الدم؟ تمام. هلا صراحة نقص الحديد بيؤدي إلى فقر الدم، ماشي، خاصة عند النساء أكثر شيء. بس بالالتهابات، بالإنتانات، بأغلبية الأمراض المزمنة، الروماتيزم، مفاصل، كمان بيصير عندنا نقص حديد وما يكون في فقر دم. الحديد مشعر استفادة للجسم، الجسم بيستفيد من الحديد كطاقة، الجراثيم تستفيد من الحديد للطاقة. فلما يصير في التهاب بالجسم خاصة عند الأطفال،
الجسم بيحاول يقطع الحديد عن الجراثيم، ينخفض مستوى فينخفض مستوى الحديد. مو انه في نقص حديد، حلو. لا. وفي خطأ شائع يعني عند العالم انه بيعطوا حديد بهالفتره بيقولوا في نقص حديد. الجسم هو عم يقطع الحديد مشان الجراثيم ما تستفيد الحديد. فنحن من الاخطاء انه عم نعطي حديد للمريض وعم صراحه عم نزيد الطين بله بهالحاله صراحه. فمو كل نقص حديد هو فقر الدم، ولكن فقر الدم من اسبابه نقص الحديد. نقص الحديد يكون فيه التهابات، امراض مزمنه، ومو شرط يكون مريض عنده نقص حديد يكون معه فقر دم. هاي قاعده كتير مهمه. في كتير نسوان يجوني يقول لي انا خضابي 13 بس حديدي 12. مو مشكله، الحديد بيتغير بين يوم وليله. اليوم حديدك 12، بكره يكون 30، بكره 35. ما بنعتمد. المشعرات العالميه للحديد تقول انه لازم نعمل تحليل حديد. في تحليل تاني نعمل مع الحديد على نفس العينه، هي السعه الرابطه الحديد. بينقسم الاثنين على بعض، بيعطينا رقم. اذا فوق ال 15% لا يوجد نقص حديد، تحت ال 15% يوجد نقص حديد، ونقطة انتهى. مو كل واحد يقول والله حديدي ناقص، أنا والله حديدي هيك وياخذ الموضوع. في قاعدة عامة، في معيار عالمي لنقص الحديد. تماما. دكتور، هالنقطة هاي مهمة كتير عند أطباء النسائية اللي إجراء روتيني بيعملوا فحص خضاب للمريضة، فبيكون أكيد قليل. هل بهالحالة هاي شو تعقيبكم على الموضوع دكتور؟ صراحة يعني هلا صار شغلة روتينية انه ينعمل تحليل الحديد، باعتبار تحليل الحديد تحليل شائع خاصة عند النسائية وعند الأطفال. وبلش إعطاء حديد وحديد وحديد. صراحة هذا الشيء خطأ شائع. لازم نتأكد أول شيء إنه في نقص حديد أكيد. نقيس النسبة المئوية للحديد مثل ما قلنا بالعملية الحسابية، ونعطي شيء أصولي، شيء منطقي. وأنا ضد العلاج العشوائي، والله إن حديد ناقص بلش نعطي حديد ومركبات الحديد. تماما. دكتور، إذا شخص بيسأل يا ترى شو الأسباب اللي بتؤدي لفقر الدم، لنقص الحديد عند عند النساء بهالأعمار تمام. هلا أكثر سبب لنقص الحديد عند النساء هي قلنا الدورة الشهرية. ماشي. درجة الأولى. هلا من الحالات اللي تجينا كمان بتجينا مثلا مرة عمرها 60-70 سنة كمان مع فقر دم. نسألها والله تعب، دوخة. الأعمار الكبيرة لهم ميزة خاصة. يعني انه هون بهالحاله نشوف انه كل نقطه بتؤدي لنقطه ثانيه. انا اجتني مثلا مريضه عمرها 60-70 سنه، فحصتها شفتها والله وشها شاحب. سالتها اسئله، يا خالي الدوره ما في دوره، يا خالي في شي مشاكل ثانيه؟ لا والله ما في عندي يا ابني مشاكل ثانيه. فحصت لها دمها تحت المجهر، شفت عندها نقص حديد. نقص حديد وبهالعمر ما قلنا اهم سبب هو الدوره. وهون ما في دوره. نبلش نسال اسئله ثانيه، يا ترى في نقص وزن؟ بتقول لي يعني اغلبيتهم بيقولوا ايه والله صاير عندي نقص وزن شي 10 كيلوات. شهية على الاكل كيف تدري والله خفاني شهيتي على الاكل. بهالحاله انا بعمل تحاليل، بكون انا بعرف انه في عندها نقص حديد، باكد مخبريا انه عن جد في نقص حديد، وهون بتوقف وما بعالج الحديد. نقص حديد عند امراه فوق نشاط تناسلي يستجب اجراء تنظير هضمي علوي. تنظير هضمي سفلي، لانه اشياء اسباب نقص الحديد الاعمار هي اورام المعده واورام الكولون. تماما. وشائعا ما نعمل تنظير نشوف ياما نتفاجئ بورم معده ورم كولون. فهون ما نعطي حديد، وهون ما الموضوع اكبر من موضوع انه الحديد، هون نقص الحديد عم يوجهك لنقطه ثانيه. فهون بنبين معنا من اسباب فقر الدم الشائعه عند الاعمار الكبيره واللي تؤدي لنقص الدم هي الاورام صراحه. ماشي. هي كمان من الحالات السريريه اللي تجينا كمان بشكل شائع بهالمنطق صراحه. تماما. دكتور، بهالحالات كيف شو هي الإجراءات التشخيصية؟ شو بتعملوا لهم؟ حتى ذكر ضمن سياق حديثك أنه بتعملوا لهم لطاخة أو تحليل بسيط ربما يكشف هالموضوع هذا. في إجراءات ثانية أدق مثلا؟ طبعا هلا في إجراءات ثانية. نحن نعمل تحليل مخزون الحديد الفيريتين، حديد سعة رابطة. نحن إذا توجهنا لكتلة نطلب طبقي محوري ماسح، صدر بطن حوض. أوقات يكون الكتلة برا مبينة واضحة. إذا ما شفنا الكتلة نطلب منه نعمله تناظير، تصوير أمعاء، ببين معنا أسباب لفقر الدم الحديد. تمام. بهالفئة العمرية. تمام. إذا بدنا نكمل للحالات الثانية، بيجينا كمان في حالات بيجينا شاب ذكر عمره 30 سنة، وشه أصفر شاحب، بيجي لعندي مبين من عيونه في شوية يرقان. اليرقان هي مادة صفراء بالصلبة بياض العين. ماشي. هذا بسموه اليرقان. منلاحظ لون يرقاني بالعين. طبعا هاي كمان من الحالات الشائعة اللي نحن مجرد ما نشوف المريض نعرف شو معه فورا مباشرة. بيجي لعنا المريض بيقعد معنا نسأله أسئلة. أكثر الأعراض اللي بيشتكوا منها غير التعب، الخمول، الكسل، الانطواء. يعني المريض صار ينزعج من الأجواء الصاخبة، يريد يكون لحاله. صار عنده فقر دم، صار عنده استنفار عصبي.
اكثر شيء كمان ينزعج منه هي الخدران برؤوس اصابعه، رؤوس ايدين ورجلين. ايوه. ماشي. فنحن بهالحاله بنتوجه اذا مدينا له اللطاخه راح نشوف بهالحاله فقر دم كبير الكريات شائع كثير، ما يسمى بالعوز ب 12. فعوز ب 12 شائعه كثير عند الذكور اللي عندهم فقر دم، واللي عندهم لون يرقاني بالصلبه، واللي عندهم اغمقاق بلون البول. البي 12 اكثر اسباب البي 12 بتكون التهابات المعده، التهاب معده جرثومه بالمعده عم تعمل هالالتهاب، او التهاب معده ضموري. بهالحاله كمان نحن بنعملهم عيار ب 12. أيوة. نتاكد انه عيار ب 12 يكون نازل على اللطاقه الدمويه، بتبين عندنا كريات كبيره الحجم. ايوه. ونبلش نعطيه كورس علاجي، علاج بالبي 12، وننصحه للمريض انه يعمل تنظير هضمي لاحقا، مشان نعرف شو سبب المشكله الموجوده بالمعده. لأن في شغلات ثانية، إن في شغلات تانية، التهاب معدة ضموري، التهاب معدي جرثومي. فهي كمان من الحالات الشائعة كالذكور اللي عم يجونا بفقر دم كبير الكريات مع لون يرقان. ركزنا على اللون الرقان. تمام. دكتور، خلال ملاحظتي لحديثكم، ما سألتوا أي مريض من هالمرضى اللي عندكم إنه أنت مدخن أو لا؟ يا ترى أحد الأسئلة هاي تكون ضمن تمام. القائمة؟ هلا صح، نحن لما يجي المريض نفصل بشكل كامل فصل عن السوابق المرضية. الدوائية، السوابق الجراحية، السوابق المرضية، الوراثية. نفصل بشكل كامل، الوراثية نفصل بشكل كامل. أنا حسيت اختصر على الموضوع فقر الدم، يعني مشان ما أكبر الموضوع كتير. تماما. بس موضوع التدخين وفقر الدم لهم علاقة كتير ببعض صراحة. يعني مثلا إذا إجاني مريض خضابه 9 وعم يدخن باكيتين باليوم، هذا عمليا خضابه 7. ماشي. كل باكيت يومي بيرفع الخضاب درجة. ماشي. خضاب مو هالخضاب الوظيفي اللي بيحمل الأكسجين وينقله للجسم. من نحن بنقول للعالم والله التدخين بيرفع الخضاب، يقولوا معناتها راح دخن كتير. مش الخضاب هو عبارة عن خضاب زائد، ما غير وظيفي بشكل كامل. يعني وظيفة الخضاب شو؟ الكريات الحمر تنقل الأكسجين للجسم وتاخذ غاز الكربون وتطلعه لبرا الجسم. بس المدخنين بيزيد عندهم زيادة الكربون، فالجسم بيعمل زيادة كريات الحمر مشان يستقطب أكسجين أكثر. فهذا هذا الزيادة عند المدخنين ليس بالزيادة اللي نقول والله إنه خضاب جيد وخضاب لا. الدليل لما يجيني مرضى مدخنين خضابهم 16 17، مجرد ما يتبرعوا بالدم، يعني مجرد ما هن ما يشوفوا لون الدم تبعهم، يعني بيصير معهم هيك اشمئزاز من لون الدم، أسود مثل الفحم من كتر التصاقه بغاز الكربون وهالموضوع. فهذا الدم غير وظيفي. الدم فما بشكل عام الخضاب مرفع يعني التدخين مرفع للخضاب. ارتفاع خضاب كاذب. ارتفاع خضاب كاذب صراحة. فلما إذا يجيني إذا خضابه 9 عم يدخن باكيتين بلي، فهذا بعرف خضابه 7. هذا إذا الخضاب الطبيعي عنده 12، لا هذا عنده 14. ماشي. لازم ارفعه ل 14 لأقول عنده الخضاب طبيعي. فالتدخين كمان بتعمل حالة شائعة بهذا الموضوع. من الحالات كمان الشائعة اللي بيجينا عند المرضى، بيجينا مثلا طفل عمره 4-5 سنوات، كمان بتجيبه أمه شاحب كتير، لونه كتير أبيض. والله يا دكتور أنا شاكك إنه ابني معه فقر دم. اللي صار في وعي عند العالم، يعني نشوف إنه وشه أصفر، كل يعني. عالم أهله يشوفوه، رفقاته يشوفوه، يقول ليش ابنك لونه أصفر؟ يعني أنا بعرف إنه معه فقر دم. فقلت بدي اشوف تعمل لي معه فقر دم، نفحصه ونشوفه. والله نشوف عن جد انه الطفل معه فقر دم. بيكون عامل مثلا تحليل خضاب 7 8. نشوف الموضوع، نروح للاستقصاء تبعنا اللي هو اللطاخة الدموية، نقطة دم تحت المجهر. حلو. هاي تعريف اللطاخة. نشوف انه والله نقص سباق، عوز حديد. ماشي. عوز حديد يعني قلنا عند النساء. انا ليش جبت عنه عوز حديد هون؟ لانه هون الموضوع كمان عوز حديد مشكلة لشغلة تانية اللي هي ماشي. فنحن والله يا اختي ابنك معه عوز حديد، نعمل تحليل الحديد بيطلع عنده الحديد ناقص. بهالحالة نحن ما بنعمل صراحة، ما نعطي المريض حديد. بهالحالة نتوجه 70% انه يكون معه داء زلاقي. فبيجي بهالاعمار. شو الداء الزلاقي دكتور؟ الداء الزلاقي هو بين قوسين داء سوء الامتصاص. ماشي. يعني المريض الاكل تبعه ما عم يمتص بسبب تناول مادة الجلوتين الموجودة بالقمح. في مادة بالقمح، هالمادة بتهيج الامعاء، بتتفاعل مع الامعاء، بيصير في التهاب ضمن الامعاء. هذا الالتهاب بيمنع الحديد والكلس والبي 12 وفيتامين كله يمتصوا، فكلهم يطلعوا لبرا. بهالحالة المريض له تحسس معوي على هاي المادة. حلو. فنحن شو بنقول؟ بنعمل تحليل تبع سوء الامتصاص لنتأكد التشخيص، وبعدين نقول له هذا حصرا بده حمية عن القمح، حمية عن الجلوتين ما بسموه.
فما بتخليه ياكل خبز. هي شغله مزعجه كتير صراحه تجيها بهالاعمار. الحميه تضل من سنتين يمكن تضل لمدى الحياه، فهاي علاج اساسي. وبعد ما تحسن التهابات الامعاء وقتها نبلش نعطيه مركبات حديد، ما مركبات حديد. فهون توجهنا انه عند الكبار شوف الحديد وجهنا للاورام، عند الصغار حديد وجهنا لدأس وامتصاص. مو كل مريض نقص حديد انا عالجه حديد. حلو. كل حديد يمكن يكون مشكله، يمكن يكون مشكله لمشكله ثانيه يعني. تماما. في حالات اخرى غير الاطفال مثلا مثل ما ذكرتوا كبار السن والنساء دكتور، في فئات اخرى غير هدول يعني؟ تمام. هلا كمان من الحالات الشائعه اللي بتجينا عند المرضى اللي في سؤال جوهري لازم نساله طبعا لكل مريض. بيجينا كمان طفل بيكون كمان عمره 4-5 سنوات، بيجينا كمان شاحب لونه اصفر، تقول امه انه لون بوله كمان للصفار، لون صلبه كمان للصفار. مثل ما قلنا عند الكبار ب 12 هون كمان عم يقول انه عندنا لون للصفار. بهالحاله في سؤال جوهري راح نساله للام: في حدا بالعيله غير ابنك معه فقر دم؟ تقول مثل مين؟ خواله، عمامه، عمته، حالته. تقول والله يا دكتور يمكن خالته معها تلاسيميا. فهذا السؤال بيوجه لشيء كتير مهم مشان نوفر على المريض استقصاءات والمواضيع. نفحص الدم تبع المريض بنشوف انه بتوجه كتير للتلاسيميا. التلاسيميا مرض وراثي بيعمل فقر دم بالاعمار. عند الصغار بتبلش بيصير في انحلال دم، هذا الانحلال الدم بيعمل لون يرقاني بالبول وبالصلبة. ماشي. فهذا وهي حالة كتير شائعة. القصة الوراثية كتير ضرورية. من خلال الفحص نشوف يمكن نبين معنا بالفحص عنده ضخامة طحال، لأنه تلاسيميا بتعمل تضخم بالطحال، وهي حالة شائعة كتير عند الأولاد الصغار. بهالحالة نطلب منهم يعملوا تحليل تبع التلاسيميا، في مخبر بيعمل تحليل تبع التلاسيميا. التلاسيميا نخبر الأهل شغلة كتير مهمة، انه هذا ابنك كشفنا انه معه تلاسيميا بعد ما يطلع التحليل. فقر الدم رح يضل ملازمه بشكل دائم طول عمره، ما في حل لفقر الدم، وبالمقابل ما في شيء خطير. يعني المريض ما يموت منه وما يصير معه سرطان منه، بس رح يضل على طول فقر الدم. كل ما يعمل تحليل رح يكون قضابه 9-10 نازل. نوجههم انه مريض التلاسيميا من خلال هالمنبر نوجهه انه اذا تزوج لازم الطرف الثاني كمان يعمل تحليل. أيوة. إذا المريض حامل تلاسيميا صغرى والمريضة حاملة تلاسيميا صغرى ما يصيروا يتزوجوا من بعض. ماشي. بيجيهم مرضى معهم تلاسيميا كبرى. وتعريف التلاسيميا الكبرى نقل دم كل 20 يوم للأسف. يعني نحن نعرف أطفال بيدعوا على أهاليهم بيقول ليش ما عندكم وعي؟ ليش جبتونا على هالدنيا؟ نعم. ليش عم تعذبونا؟ كان لازم يكون عندكم وعي، كان لازم تحللوا. فهذا يعني شغلة كتير مهمة. تحليل التلاسيميا هو الرحلان. الرحلان بكل دول العالم يسمى تحليل ما قبل الزواج. نحن عندنا هون شغلة عشائر، شغلة ما فيها تدقيق على هالموضوع، وياما ننصدم بمواضيع بيكون اثنين يعني مثل الفيلم ما معهم شيء، لانه مو ببين على الاصل. تلاسيميا الصغرى ما بتبين على حدا، بيكون ما فيهم شيء وش المورد ويجيب ولد معهم تلاسيميا كبرى لانه ما عملوا التحليل. تلاسيميا كبرى يعني انا بشوفه اخطر من السرطان، موت بطيء، اغلبيتهم بوصلوا لعمر 25 سنة بيتوفوا. يعني المريض بيكون عاش عذاب 25 وعيش الاهل عذاب 25 سنة. ما بتخيل انه كل 20 يوم واحد يروح ينقل دم، كل 20 يوم دم، كل 20 يوم دم، كل 20 يوم دم، ووريد وما بقى. يعني واحد لما يلتهب مرة بالسنة ياكل همه تماما ادوية الدواء والقريب وهالموضوع، فكيف كل 20 يوم دم؟ فهذا انه موضوع تحاليل ما قبل الزواج كثير مهمة لمرضى فقر الدم. فقر الدم عم يوجهنا مشكلة انه على التزاوج. فانه كمان من خلال موضوع فقر الدم شفنا مشكلة ثانية هي موضوع التلاسيميا. أكيد. حقيقة عبر منبر بوير وبصوت الدكتور دانيش حاج إبراهيم اختصاصي بأمراض الدم والأورام، يعني حابين يعني شلون نسلط الضوء على هالنقطة هاي، وهالوعي لازم يكون عندنا ومتوفر التحليل هذا والاختصاصات متوفرة. نتمنى انه تنتشر هالثقافة هاي بين المقبلين على الزواج واللي عندهم اي طرف عنده مرض مثل ما ذكرتوا. نتمنى عبر منبر بوير انه ولو شخص واحد يتفادى هالحالة هاي ان شاء الله، يعني ما حدا ينصاب بهالمرض هذا. طبعا دكتور وجه تحية للدكتور جون حمي ايضا عم يشاهدنا، وموجه تحية لكم ايضا دكتور. حابب اذكر مستمعينا اي حدا عم يتصل او حابب يتصل او عم يشاهدنا عبر صفحة الاذاعة بوير عربي او راديو بوير،
فيكن بأي رسالة تكتبوا أي سؤال بيخطر على بالكم، أكيد رح يجاوب عليها الدكتور دانيش عبر الواتساب 093 82 80 81 4. أيضا عبر الرقم الأرضي 429 101 فيكم تنضموا لنا. برنامجنا هو توعوي أكثر مما هو. الدكتور دانيش عم يحكينا عن الحالات السريرية الشائعة لمرضى فقر الدم المراجعين للعيادات، وحكى لنا عن كتير الفئات العمرية. دكتور، بهالحالة بعد التشخيص والفئات العمرية العلاج شو بيكون؟ طبعا العلاج بيكون حسب السبب الأساسي. ماشي، يعني أنا مريض إذا عنده مثلا نقص حديد عادي بعطيه حديد. أما المريض مثلا إذا نقص حديد تالي لمشكلة سوء امتصاص بعالج سوء الامتصاص. إذا نقص الحديد تالي لنزف، مثلا ياما يجونا الذكور عندهم نقص حديد. آه كثير أوقات نشوف عند الذكور نقص حديد، والذكر أوقات يمكن بيجي على العيادة بيستحي من شغلة. نحن نتمنى إنه كل العالم شو ما عندهم يحكوا فيها. ماشي، بيقول لي أنا دكتور معي عندك أمراض، عندك ما بعرف شو، عندك نقص وزن، بيقول ما عندي شيء، بكتشف بعدين عنده بواسير. البواسير مو موضوع واحد يستحي منه أبدا. ماشي، البواسير بتعمل نزف خفي، بواسير كل يوم نزف 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 يعمل فقر دم، مشكلة بسيطة. ماشي، بيكون عنده نقص حديد، بنسأله أسئلة. مجرد ما تعاون معنا المريض والله يا دكتور عندي بواسير، ففي هالحالة نحن نعطيه حديد ونبعته على دكتور جراحة عامة يعمل له معالجة موضوع البواسير، تنحل مشكلته. فهي كمان من الحالات الشائعة اللي عم تجينا. فنحن كل مشكلة حسب مشكلتها بنعالجها. في حالات بتسميها الحالات شوي المعقدة، يعني مثلا مريض او مريضة مثلا بيكون عمر 60-70 سنة، بيجي معه ضغط، معه سكر، معه امراض قلب، ومعه فقر دم. ماشي، بهالحالة نعمل حديد يطلع طبيعي، نعمل بي 12 بيطلع طبيعي، نعمل بي 9 يعني حمض الفوليك بيطلع طبيعي. كل المشعرات العوازية نعملها، يعني انه شلون يعني العوازية؟ يعني الدم مثل الطبخة. طبعا. اذا بدها تنتج بدنا مواد اولية. ماشي، هالمواد الاولية شو هي الحديد والبي 12 وحمض الفوليك. اذا صار في نقص بهالمواد الاوليه راح تفشل الطبخه وما عاد ينتج الدم. ماشي، بس اذا انا عملت كل هالمواد وموجود، معناتها الخلل من وين؟ الخلل من الطباخ، الخلل من هون من المعمل. ماشي، فبيجينا كثير عالم مثلا الحديد والبي 12 وبي 9 كلهم طبيعي، فهالمعنى نعرف انه المشكله من المعمل. معمل الدم يسمى نقي العظم. فالنقي العظم من الاجراءات اللي نحن بندرسها لمرضى فقر الدم الغير العوازيين. فمثلا بيجيني هالمريض ويقول والله انا عملت لك كل الاجراءات اللازمه، انا لازم اعمل اجراء اسمه خزعه عظم. مجرد ما يسمع كلمه خزعه صراحه بيخاف. خزعه عظم اجراء كثير بسيط، مثل ابره عضليه، ما في اي تاثيرات جانبيه. بناخذ من نسيج النقي العظم وبندرس نقي العظم. انا بدي اشوف معمل الدم بعيني شو وضعه. بنكتشف انه اغلبيه المرضى بهالاعمار بيسموه كسل نقي العظم، من كتر المرضى اللي عنده ضغط وعنده سكر وعنده امراض، الجسم يتعب، الجسم بحد ذاته ينهك، فنقي العظم كمان بينهك من هالموضوع. فنحن بنكتشف من خلال الخصعة ما يسمى كسل نقي العظم، كسل او خمول او عسر تصنع نقي العظم. كمان من الحالات اللي نحن بنشوفها كثير بالعيادات. بهالحالة نحن ما بنعطي حديد وما حديد، نحن بهالحالة بنعطي مواد تنشط النقي. من المواد تنشط النقي في عنا هرمون اسمه الاريثروبيوتين، متوفرة على شكل إبر تحت الجلد، متوفرة بالصيدليات، بنعطيهم وبيساعدونا على إنتاج يعني كمية منيحة من الخضاب وتحسين أرقام الخضاب. فخزعة عظم كمان إضافة للطاقة الدموية للتحاليل، في عنا كمان إجراء نحن نسميه خزعة عظم عم نعمله لمرضى فقر الدم أحيانا. تمام. وبالنسبة لحالات العلاج النسائية اللي الأعمار اللي ذكرتهم دكتور من 18 ل 35 والأطفال، هدول كيف بتعالجوهم؟ صراحة نحن بنعطيهم مركبات حديد. في عنا كتير مركبات حديد. من تأثير مركبات الحديد بس إنه آلام معدة، في منهم نعطيهم واقي معدة، كواقي معدة، مثبطات الأمبرازول وهدول الشغلات. المشكلة عنا هون بالمعالجة بفترة العلاج. يعني أنا ياما بيجيني نسوان بعالجهم مثل ما قلت هالفئة العمرية، تكون خضابة 8، بعطيها علاج لشهر ونص يصير خضابة 12. لما يصير الخضاب 12 يصير في تحسن واضح بالحالة السريرية للمريض. وبهالحالة كل واحد بيقول أنا دائما صرت منيح، خلاص أنا شفيت. الشغلة معالجة فقر الدم بنقص الحديد مو شغل دواء التهاب أعطيك كورس ويتحسن، وتتفاجأ بعد 15-20 يوم إنه رجع لها نفس الأعراض. تيجي لعندي مرة تانية، يا دكتور أنا كنت منيحة وقفت الدواء رجعني المرض. الفكرة إنه الحديد من كتر ما هو سهل كتير إنه دواء بسيط وفي مليون منتوج منه، بعطي
معقد كتير، معقد كتير، انه بده تعاون. نعم. نحن عم نعطي بعد ما يصير الخضاب طبيعي بنعطي الحديد لمدة 6 ل 9 شهور أيوة. خضاب طبيعي، وانا بعطي الحديد 6 9 شهور. ليش؟ لانه الحديد في عنده مخازن، هالمخازن موجودة بالكبد، لازم يتعبى هالمخازن لقول انه الجسم اكتفى من الحديد. اذا هالمخازن فاضية الجسم بحياته ما راح يكتفي من الحديد. على اي دورة خفيفة، اي انزعاج نفسي، اي شيء راح ترجع المريضة تنتكس. فليك نحن نقول تابعي معنا، تعاوني معنا، كمل العلاج. المشكلة انه طويل الفترة، 6 شهور 9 شهور طويل، بس انه لازم يكون في تعاون بهالموضوع. اذا ضلت متعاونة معنا فنحن متأكدين انه فقر الدم ما عاد يرجع لها، وصار الجسم سوي، صار الجسم قوي. بس اغلبيتهم صراحة ما بيلتزموا بالعلاج. يعني فئة شابة، فئة عمرية ما بتحب تتناول الأدوية، فئة ما بتحب انه تعمل حالها مريضة، انه انا منيح يعني ليش. مو مثل الفئة اللي لما تكبر عمل تلتزم بدواء السكر والضغط، بتحسوا مثل دواء ضغط، بتحسوا مثل دواء السكر، بتحسوا الشيء عبء عليه. فاغلبيتهم ما بيلتزموا بهالدواء يعني صراحة. وهي المشكلة اللي عم نعانيها من مرضى نقص الحديد عند النساء صراحة. تمام. رح نختم لقائنا دكتور بنصائح لمرضاكم، ايضا حتى للزملاء الاطباء اللي مثل ما ذكرتوا اي مشعر انه اي حالة انه بتوجهكم لمرض معين، يا ريت بتبعتوا المريض للاستشارة للطبيب المختص. والمرضى مثل ما ذكرتوا ضمن النصائح للمرضى انه يتابعوا العلاج. فرح نختم لقائنا مع الدكتور دانيش بجملة من النصائح للمستمعين ولمرضى امراض الدم. تمام. بالنسبة للنصائح، أهم شيء نحن كل طفل أو كل امرأة مو عندها نقص حديد بلش تاخذ حديد فورا، ماشي. يفضل مراجعة طبيب أمراض دموية اختصاصي بهذا المجال. ليس كل فقر دم بنقص حديد يتعالج بالدواء. شفنا لاحقا انه يمكن يكون وراها مشكلة كبيرة، يمكن وراها ورم، يمكن وراها ثلاسيميا، يمكن وراها مشكلة ثانية كبيرة. توصيات عامة: في أدوية كتير غنية بالمواد الطبيعية اللي إذا استخدمها الإنسان بيغنيه عن الأدوية. في عنا اللحومات بشكل عام، خاصة اللحومات المواشي كأبقار، أغنام، مواعز. اللحم الأحمر غني كتير بمركبات الحديد والبي 12. إذا الإنسان تناول بالأسبوع مرة واحدة تعطي وجبة كاملة وغنية للدم تكتفي منه، ويمكن ما تأهبه مستقبلا انه يحتاج لأدوية من الحديد. في عنا التمر من المواد كتير غنية بالحديد، الرمان من المواد كتير غنية بالحديد. في عنا مواد تضر بالحديد خاصة الشاي والقهوة. نحن ننصح مرضانا انه اللي عنده نقص حديد بعد الغداء ب3 ساعات ما يشربوا شاي وقهوة فيها مادة. هالمادة ترتبط مع الحديد الموجود بالغداء. الغداء هي الوجبة الرئيسية. نقولها على الفطور اشربي كاسة، على العشاء اشربي كاسة، بس على الوجبة الرئيسية خاصة برمضان نقول انه بعده عن شاي ب3 ساعات الحديد بيكون موجود بالمادة الغذائية الوجبة الرئيسية. فلما نشرب بعدها شاي او قهوة بترتبط مع الحديد وبيصير الحديد غير قابل للامتصاص. فهي من المواد اللي بتطرح الحديد للجسم. لهيك ننصحهم انه بعد الغداء ب3 ساعات يفضل الامتناع عن الشاي والقهوة. في مواد تانية مثل الشوندر، نبات الحلبة، كمان من المواد كتير غنية بالحديد. ننصح لأي شخص يعني عنده أي مشكلة، فقر دم، تعب، أعراض، دوخة، يرقان، يفضل مراجعة طبيب أخصائي دموي بهالمجال. شكرا لكم كثير دكتور دانيش حاج إبراهيم، اختصاص أمراض الدم والأورام، خريج جامعة دمشق ومشافي المواساة والأسد والبيروني، على هاللقاء الجميل والمعلومات القيمة. أهلا وسهلا، شكرا لك. شكرا لكم أيضا مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.